اهلا بكم في قناتي تجربة ايمي. هنعمل مع بعض النهارده ماسك للشعر. عملنا حاجات للبشرة، دلوقتي محتاجين نعمل حاجات كويسة جدا ومفيدة ومغذية لشعرنا. يلا نشوف مع بعض ماسك النهارده هيكون مكون من ايه. اول حاجة هنستخدم صفار البيضة. طبعا كلنا عارفين اهمية صفار البيضة للشعر، بيديكي بروتين طبيعي ومغذي للشعر بطريقة ملهاش حل. ده اول مكون معانا. تاني مكون معانا هو الزبادي. طبعا الزبادي بيدي ترطيب للشعر خيالي، وعن تجربة كده عملنا حضرنا صفار البيضة والزبادي، وننزل عليهم بحبة من جل الصبار. وطبعا لو صبار طبيعي يكون افضل، والصبار للشعر بيخلي الشعر في حتة تانية خالص. انا جايبه لكم كل المكونات اللي مفيدة للشعر وهتغذيه وتنعمه وترطبه بشكل لا يوصف. هتجربوا بنفسكم وهتدعولي. وننزل كمان عليهم بالمكون الرابع وهو زيت جوز الهند. طبعا جوز الهند ترطيب خيالي للشعر. وننزل بقى بالمكون السحري واللي هو اساس الماسك بتاعنا وهو الافوكادو. طبعا الافوكادو ده حاجة كده يا ناس جميلة ملهاش حل، بيغذي الشعر وبيديله كمية فيتامينات بتخلي الشعر في حتة تانية، حقيقي عن تجربة. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، ندمجها كويس جدا جدا، يكون شعرنا مغسول ونضيف وناشف عشان نفرد عليه الماسك ده كويس. وخلي بالكم تركزوا على جذور الشعر، فروة الراس اهم حاجة في الموضوع. ندعك الفروة كويس جدا وندلكها مع كل المكونات، تدليك في الفروة لغاية ما نحس كده فروة شعرنا بقت سخنة، نحس كده في سخونة بفروة الراس. ونحط الماسك عليها بالكامل، ونحط بونيه بلاستيك ونغطي شعرنا ونسيبه ساعة ونص لغايه ما نحس ان شعرنا اتشرب تماما من الماسك ده. وبعد كده نغسله بشامبو اللي بنستخدمه بتاعنا، ونحط بقى الزيت بتاعنا او الكريم بتاعنا. وهنعمل الماسك ده مرتين في الاسبوع، بيعمل نتيجه يا جماعه خرافيه. اللي شعره فيه فراغات، اللي شعره متقصف، اللي شعره بيقع، بيغذي الشعر وبينعمه بطريقه حلوه قوي بجد. عن تجربه انا جربته لنفسي ولبنتي، بجد مفيد جدا ومغذي وافضل من الحاجات اللي بنجيبها من بره والمواد الكيماويه اللي بتدمر شعرنا تماما. ده غير ان البيض يا جماعه، صفار البيض يعتبر بروتين طبيعي للشعر، بتدي لشعرك غذاء غير عادي. انا حاطه لكم كل المكونات التحفه اللي تفيد شعرنا، جربوها وهتدعوا لي. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد.